السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه. هنعملها بطريقه بسيطه جدا، سهله واقتصاديه كمان. هنعمل ميكس حلو جدا جدا ما بين القرص الفلاحي والقرص الافران الاقتصاديه السهله. هتطلع معاكي تحفه ونتيجتها اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله تطلع معاكي ناجحه من اول مره تعمليها، وكمان هتديكي كمية حلوة جدا. كل الكمية اللي انت شايفاها دي من كيلو دقيق بس. وتعالوا بقى بينا اما نقطع واحدة كده ونشوف شكلها كمان من جوه عامل ايه. ادي شكلها كده من جوه، قد ايه المسام بتاعتها ضيقة مش واسعة. راجع لايه؟ ان القرصة بتاعتك اتخدمت كويس جدا في العجن. وشايفين سواها من تحت ومن فوق عامل ازاي، طرية وهشة جدا جدا. وهقول لكم كمان ان انتوا ممكن تحتفظوا بيها في الفريزر، وقت ما تعوزوها تطلعوها تحطوها في الميكروويف او الفرن او تسيبيها على رخامة المطبخ. وكمان هقولك على بدائل كتيرة ممكن تستخدميها في الوصفة بتاعت النهاردة، وهتديكي نفس النتيجة ونفس الطعم ونفس الشكل، مش هتختلف معاكي خالص. لو اي حاجة في المكونات مش متاحة عندك، هنتكلم كمان ازاي القرص بتاعتك تطلع معاكي هشة وخفيفة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. مش بس العجين هو اللي بيديكي نتيجة القرص دي، لا كمان السوا بتاع القرص هنتكلم فيه النهاردة علشان تطلع معاكي طرية بالشكل ده. شايفين شكل السوا من تحت ومن فوق؟ اللهم بارك، تحفة. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوا الفيديو من الاول للاخر علشان تطلعوا منه مستفادين حتى لو بمعلومة بسيطة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا ونسمي بالله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. انا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، هاتي اي دقيق تفضلي عليه. معلقة شمر وينسون مطحونين، انا طحناهم كويس جدا. دول باكيتين اتنين خميرة علشان الجو برد زي ما احنا متفقين. دول اتنين يعني بما يعادل معلقتين اتنين كبار كده. عليهم معلقة ملح صغيرة، عليهم 3 معالق سكر كبار مليانين. كله على بعضه عشان انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة. ممكن تستغني عن الخميره دي وتشتغلي بخميره بيره، قطعه قد عين الجمل كده. تمام. هحط عليهم كمان معلقه بيكنج باودر كبيره. كل المكونات في قلب الطبق، وهبتدي اديهم تقليبه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد ما اندمجت المكونات بتاعتي كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، تعالوا بقى بينا اما نشتغل بالماده السائله بتاعتنا. الماده السائله اللي انا هشتغل بيها ايه؟ ده مش لبن يا جماعه، ده شرش الجبنه. شرش الجبنه اللي هي الجبنه القريش. بعد ما بتعملي الجبنه كده في البيت بناخد الشرش بتاعها ده، بيدي نتيجه حلوه جدا في المعجنات. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي لبن حليب، ممكن تستخدمي لبن رايب، ممكن لبن عندك قاطع. ممكن لو ما عندكيش ده او ده كنت تحطي زبادي. ممكن تشتغلي بميه وعليهم معلقتين اتنين لبن بودر. في الافران ما بيشتغلوش بلبن ولا زبادي ولا الكلام ده خالص، بيشتغلوا بميه بس. تمام كده. هبتدي انزل بالمقدار بتاعي كده حبه بحبه. كيلو الدقيق بتاعي خد نص كيلو من السوائل. تمام. طبعا كل دقيق بيختلف نوعيته من دقيق للتاني. تمام. هبتدي اعجن بقى الخليط بتاعي كده كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي خالص وما يبقالوش اي اثر. هبتدي بقى انزل بالماده الدهنيه بتاعتي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه زيت عليها نص كوبايه زبده سايحه. ممكن تشتغلي بسمنه على زيت، او ممكن زيت بس، او ممكن سمنه بس، براحتك خالص اللي عندك اشتغلي بيه. في كل الأحوال النتيجة معاكي هتطلع إن شاء الله تحفة من أول مرة، وهتديكي نتيجة حلوة جدا. أهم حاجة نتبع الخطوات اللي احنا قلنا عليها. وأهم بقى حاجة في القرص دي إن احنا نعجنها كويس جدا. أنا عايزة العجينة بتاعتي طرية بتلزق في إيدي، حاجة بسيطة كده. مش عايزة العجينة بتاعتي يابسة. تمام. يابسة يعني ايه؟ يعني العجينة بتاعتك ناشفة تقيلة تحت ايدك، مش طرية زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. بتلزق حاجة بسيطة كده. لان لو العجينة بتاعتك يابسة اعرفي وتأكدي ان القرص بتاعتك مهما كانت فيها كمية دهون او سوائل، القرصة بتاعتك هتطلع ناشفة. تمام. من غير بقى ما نخمر ولا اي حاجة هنبتدي نجزق العجينة بتاعتنا على الصينية، مش هندهنها اي حاجة. انا اشتغلت على الصينية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. حجم القرص قد ايه؟ حجم القرصة 50 جرام على الميزان. من غير ميزان قد البيض. اهم حاجة انك تلمي سطح القرصة كويس جدا عشان يطلع معاكي السطح بتاعها املس زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. تاخديها كده على كف ايدك وتدوريها بالطريقة دي. كل ده انا لسه ما خمرتش ولا مرة، يعني انا اشتغلت في القرص وقطعتها من غير تخمير خالص. اتبعوا بس الخطوات دي يا جماعة، الله يبارك لكم والله العظيم هتطلع معاكم من اول مرة جميلة جدا. القرص ما بتتخمرش كتير خالص يا جماعة. كتر ما بتخمري العجين بياخد ريحة خميرة وما بتديكيش نتيجة حلوة خالص. تطلع القرص بتاعتك مش كويسة. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله هتطلع معاكم كويسة جدا. غطيت القرص بتاعتي وهشتغل على طول. أنا معايا صاج مش مدهون أي حاجة خالص، وهبتدي أفرد عليه القرص بتاعتي بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي.
هاخد القرصه وابتدي ان انا ابططها تبطيطه خفيفه كده، ما تضغطيش على القرصه جامد، خدي من جوه لبره. شايفين شكلها كده بالطريقه دي؟ لو انت حابه تشتغلي على اي حاجه، على ترابيزه، على بورد، على اي حاجه، براحتك. بس انا بفضل ان انت تشتغلي في الصاج على طول علشان تطلع معاكي القرصه مسويه، يعني ما تشيليهاش وتحطيها وتبوظي شكلها، لان كتر ما بتشيليها ما بيطلعش معاكي الشكل منتظم قوي. شايفين كده؟ مجرد ما حطيتها في الصاج تكيت على الطروف بتاعتها وابتديت ان انا اسويها بالطريقه دي. لكن انت لو استنيتك تحطي وتشيلي مش هتطلع معاكي بالشكل المستوي ده. تمام؟ شايفين شكلها؟ وكمان هوريكي سمك القرصه بتاعتك قد ايه. اهم حاجه ان احنا ما بين القرصه والتانيه نسيب مسافه كده، لان خلينا متفقين احنا لسه ما خمرناش القرص بتاعتنا خالص، فالقرص بتاعتك هتخمر، وكمان لما تدخل الفرن هتخمر زياده. تمام؟ هنا انا عملت، بصوا انا بوريكم ان انا سايبه ما بين كل جزء والتاني مسافه عشان خاطر الخمر بتاع العجين. وكمان ما ترقيش القرص بتاعتك قوي علشان القرص بتاعتك تطلع فيها البابه كده من جوه وتطلع طريه، ما تبقاش ناشفه ومعضمه. شايفين شكل القرصه؟ انا هوريكم السمك بتاعها قد ايه. شايفين سمكها؟ لا هي رفيعه قوي ولا هي مليانه قوي، خليها وسط كده، خير الامور الوسط. تمام؟ وهنبتدي نسويها في الصاج زي ما انتم شايفين كده. طريقتها بسيطه وسهله خالص، مش هتاخد منك اي مجهود ولا اي وقت، مجرد ما هتقطعي، مجرد ما هتلاقيها خلصت معاكي. انا هنا كنت خلصتهم ما خدوش مني اي وقت. ابتدي الصاج اللي انت هتقطعيه تركنيه وتغطيه، يعني تحطي في صاج وتغطيه على طول، ما تسيبوش مكشوف عشان الوش بتاعه ما ينشفش منك. ودي هتبقى معانا اول مرحله في التخمير، يعني احنا ما خمرناهاش خالص، احنا دي اول مرحله واخر مرحله للتخمير. هبتدي بقى اغطي القرص بتاعتي كده كويس جدا واحطها في مكان دافي. تمام؟ واسيبها تخمر. هتاخد لها وقت في الخمر قد ايه؟ تقريبا ساعه، اقل حاجه في الجو الساقع ده ساعه يا جماعه، مش هتاخد اقل من كده. تمام؟ هنا كان بالظبط عدى عليها ساعه او ساعه كمان، لان احنا الجو برد. شايفين شكل القرص؟ اللهم بارك عالي جدا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. في الوقت ده الفرن بتاعك سخن جدا جدا. لو هتشتغلي فرن البوتاجاز يبقى اعلى درجة حرارة عندك، والفرن بتاعك يكون ساخن كويس جدا. هنحطها على رف اوسط. هتاخد قد ايه؟ هتاخد لها تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. كل شوية هتلف الصاج بتاعك لحد ما القاعدة بتاعته تبتدي تحمر. هنشغل عليها الشواية، وبعد ما تطلعيها على طول هتغطيها وتسيبيها تهدى معاكي. تمام كده؟ كده احنا اتكلمنا في نقط التخمير، واتكلمنا كمان ازاي نسويها. انا عن نفسي هسويها في الفرن الغاز، وهوريكم النار بتاعته بتبقى ازاي. ادي النار بتاعته عامله ازاي. النار بتاعته واطيه من الجنبين، وبنفس النار دي واطيه من تحت. انا ما بعليش لان الفرن ده بيبقى حامي جدا، والقرص بتحتاج في الفرن ده يعني نار متوسطه. تمام؟ لان ده النار بتاعته غير فرن البوتاجاز. شايفين شكلها عالية ازاي؟ ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، ان هي بتعلى تاني في السوى او في التخمير في الفرن. تمام؟ بعد ما بتطلع معاكي في الفرن بتغطيها وتسيبيها تهدى كده شويه، وهتطلع معاكي بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. دي كانت بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها؟ اللهم بارك تحفه، طريه جدا جدا جدا. في الوقت ده لو انت عامله كميه كبيره او اكتر من دي، او الكميه دي كبيره عليكي، ممكن تعبي كل مثلا 5 6 قرص في قلب كيسه وتحطيهم في قلب الفريزر. وقت ما تعوزيهم تطلعيهم وتحطيها في الميكرويف او الفرن او على الرخامه بتاعه المطبخ. هتطلع معاكي نتيجتها اكنك لسه عاملاها حالا. بس اهم حاجه ما تسيبيش القرص بتاعتك لما تطلع من الفرن مثلا يوم وبعد كده تعبيها، لا، اول ما نطلعها تهدى وبعد كده نقسمها في اكياس وندخلها الفريزر. تمام كده؟ شايفين شكل القرص بتاعتنا قد ايه خفيفه وطريه؟ قرص من اروع ما يكون. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. شايفين شكل القرص ده عامله ازاي؟ اتمنى بقى ان انتوا تتبعوا الخطوات بتاعه القرص دي. ما تخمروش يا جماعه القرص اكتر من مره. القرص الطريه ما بتتخمرش غير مره واحده بس. لو انت خمرتيها اكتر من مره مش هتديكي نتيجه حلوه خالص. اتمنى لو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده، قد ايه بسيطه وسهله. شايفين شكل القرص من تحت ومن فوق؟ حاجه كده اللهم بارك. تنفع معاكي فطار، عشاء، سناكس ما بين الوجبات. تنفع تحطيها لاولادك في اللانش بوكس. تنفع يعني كوبايه شاي بحليب او لبن بس للاولاد. قد ايه مغذيه وقد ايه بسيطه وسهله وانضف كتير كتير من بره. واظن ان كميتها كمان حلوة جدا جدا. اتمنى بقى ان وصفة النهاردة تكون بسيطة وسهلة ليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد تاني. اتمنى ان وصفتي النهاردة تكون نالت اعجابكم ونالت رضاكم، وطلعتوا حتى ولو بمعلومة بسيطة او استفادة بسيطة من الفيديو. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.